السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بقناتي وصف أكل مع منار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قومت نشيطة يا جماعة وعجنات زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. وبعد ما عجنت قطعته رجيته. طبعا كل البيت نايم. أنا بحب أعمل كل شغلي هيك على هدوء وعلى رواقة. طبعا بعد ما قطعته رجيته نزلت خبزته. طبعا انا بخبز على الجريل مره وعلى الصاج مره، ومرات على صينيه، مرات في الفرن العادي، المهم كله على حطب، يعني مفيش غاز ولا في كهرباء. طبعا احنا الكهرباء موجوده عندنا بس عن طريق الطاقه الشمسيه، بنقدرش نشغل عليها حمل عالي يعني زي تجرة الكهرباء. زي ما انتم شايفين هي الخبز بعد ما خبزته بسم الله ما شاء الله على طول جهزت الفطور للبنات وللولاد. قلت بتنجان وعملت قلاية بندورة زي ما انتم شايفين، قطعت خيار وعملت شاي، وكنت بستنى في علبة الجبنة لكن طولت علينا علبة الجبنة. طبعا فطرت يا بنات وعلى طول قمت نظفت الملوخية زي ما انتم شايفين، نظفتها كذا مرة. وبعد ما نظفتها وخليتها تتصفى قمت كان في عندي هيك لحاف تقيل جدا فايبر، كان منقع من امبارح، عليه دواء غسيل وعليه كلور وعليه معطر. قمت هيك انضفه صفيته طبعا، وقمت شغلت الغسالة زي ما قلت لكم ان احنا الغسالة للشمس عندنا، يعني اقصد الكهرباء على الطاقة الشمسية، فيش كهرباء لكن كل اشي ضعيف. انا عندي غسالة اوتوماتيك لكن هذه النص اوتوماتيك برضك ماشيين عليها حالنا. طبعا نزلت انشر في الوقت هذا، كان في انزالات جوية كانت نازلة علينا من السماء. طبعا ابني راح وجاب من الباراشوتات، جاب كيلو فاصوليا وعلبة حمص. طبعا كيلو الفاصوليا ان شاء الله غدانا لبكرة، والحمص ان شاء الله بنحط منه على عشاء اليوم. والحمد لله على كل حال، وشكرا لكل دولة بتدعمنا او بتحاول تدعمنا. طبعا في الوقت هذا دخلت على غرفة الضيوف يا بنات، لازم طبعا على البدر لازم اعملها، لانه دايما صاحباتي بيجي عليا الصبح، لازم تكون مرتبة نظيفة. طبعا كان قاعد ابو ياسر، يعني هو بيصحى بدري معايا، والولاد بيكونوا نايمين. مش خربانة يعني كتير، بس هيك رتبت شوية فيها. المخدات ما كانوش معدولين من الليل ومن قعدة ابو ياسر، زبطتهم هيك زي ما انتم شايفين. وكمان بدي افرجيكم الحيطة اللي وقعت اللي ما بينها، طبعا ما بين المسجد، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. زي ما انتم شايفين الارض فاضية، مش حاطة سجاد لاني غاسلة السجاد مش كله، طبعا لسه كل يومين او 3 بغسل حاجة على هوا المية ما بتجينا. زي ما انتم شايفين الحيطة الصفر اللي كانت هيك عند الطاولات، ايوه الحيطة هذه ابني غسلها، ياسر غسل لي اياها، وقال لي كل يوم او كل يومين 3 هيك بعمل لك حيطة على هوا المية يا بنات، لان المية عندنا فيها نقص شديد. الحيطة هذه لسه الله يعزكم يعني وسخة، والمكيف كمان لسه. طبعا احنا كل شوية يعني هيك كل اسبوع 10 ايام بنعمل حاجة في البيت، لحد ان شاء الله ما نرجع زي اول واحسن 1000 مرة، وتنزاح كل الغمة هذه عنا ان شاء الله. دعواتكم معانا يا رب، الله يفرجها علينا يا رب العالمين. طبعا كنستها يا بنات زي ما انتم شايفين. ويا حبايب القلب اذا وصلتوا معايا للحظة هذه لازم تصلوا على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان تحطوا اللايك لازم يا بنات. يلا شايفاكم انتوا تحطوا اللايك عشان القناة تعلى وتكبر بيا وبيكم. زي ما انتوا شايفين يا بنات رتبتها وخليتها حلوة كتير. طلعت فوق السطح يا بنات عشان اشوف السجاد ناشف ولا لا، من امبارح لقيته لسه. وكمان اتفقت زرعاتي الملوخية يعني بدل انه يبين عليها يعني انها شكل ملوخية الحمد لله. وهذا الفجل راح افرجيكم الفجل والنبتة اللي طلعت منها هيك الصغيرة حلوة. قالوا لي لسه بدري ان شاء الله على العيد الكبير بتكبر وبتصير تاكلي منها. شايفين كيف الفجل يا بنات، الفجل الاحمر. طبعا هذا الجرجير طلع منه هيك زي فل هيك ابيض. بنتي بتقول لي فل، بقولها كيف فل جنب جرجير، مش تمشيش يعني. مش عارفة ايش الزريعة هذه نسيتها. هذه كوساية او كوسة طلعت منها بس واحدة، انا زرعت حوالي 10. شوفوا كيف الجرجير يا بنات كله على بعضه، خيار وجرجير وفجل وكوسة، لسه ما زرعتش بتنجان. طبعا يا بنات نزلت خرطت الملوخية زي ما انتم شايفين، انا قاعدة بخرط فيها. طبعا يا بنات مستحيل احبها على الكبة او على الماكينة، بحبها هيك على ايدي بتكون اذكى.
طبعا هذه ايد بنتي ريتال صف رابع، قالت لي انا بدي اقلي عنك البصله. طبعا نزلنا تحت في المكان، هو اعتم شويه يعني مش مبين كتير، لكن بحاول اني اوضح. طبعا على النار بدنا نعمل الملوخيه. قالت لي انا بقى اقلي البصله عنك يا ماما. عملت الملوخيه بسم الله ما شاء الله، لونها اخضر وحلو كتير، مع اني انا نسيت احط ذره كربونه او كربوناتو، انا لازم احط دايما، بس هي الملوخيه كانت طازه الحمد لله. شوفوا كيف يا بنات، ولا هي خفيفه كتير ولا هي تقيله كتير. وبعد هيك يا بنات ركبت على براد شاي. وبدي احكي لكم عن ظاهرة هيك موجودة عندنا هنا في غزة يا بنات. الظاهرة هذه احنا يا ربي مش عارفة احنا وقتاش بدنا نتخلص منها. طبعا الظاهرة هذه انتشرت بعد القصف وبعد الموت اللي احنا بنشوفه، وبعد الاشلاء والناس اللي مقطعة والناس الميتة تحت الانقاض، الله يرحمهم يا رب. للحين مش عارفين نطلعهم بسبب صعوبة المواصلات، يعني اقصد صعوبة تنقل الشاحنات والحاجات اللي زي هيك خوفا من القصف. طبعا الظاهرة هذه منتشرة عندنا في غزة بشكل مش طبيعي، بالذات في الشمال. طبعا بعوض يا بنات وناموس وقرف وحاجات مش طبيعية، يعني كنا يعني احنا بنشعرش بالحاجة هذه من زمان، غير الأيام هذه طبعا من 7 شهور، يعني من 7 شهور تقريبا. طبعا مع انتشار الكلاب الله يعزكم وانتشار القطط المسعورة، كانوا زمان الأولاد يسهروا تحت في الشارع، الأولاد الشباب يسهروا تحت، وكنا ننزل في أوقات يعني متأخرة، وكنا لما نروح من مشوار أو من زيارة نروح في أوقات متأخرة. لكن الحين من الساعة 5 بتلاقينا ضبين هيك ونايمين في بيوتنا، أو من الساعة 6 بالكتير. صعب جدا إن أنت تلاقي حدا نازل أو طالع في الوقت هذا، لكن إيش بدنا نعمل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. صاروا كل الناس يجيبوا حاجتهم على البدري عشان خاطر طبعا ما يتأذوش من الكلاب ومن القطط المسعورة. طبعا الواحد لما بيكون عنده حاجة عقد ما احنا انحرمنا، لكن لازم نحن عليهم. بقايا تونة مثلا، بقايا دهون دهنة اشي زي هيك زاد منا بنرمي لهم، لكن فيش فايدة. سبحان الله الأكل في الشوارع مش زي زمان، مفيش مطاعم، مفيش محلات أكل زي زمان إنها تحن على القطط وعلى الكلاب. فيا رب عافينا يا رب، وبعد عنا كل غم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. وإن شاء الله هيك كل إشي بيروح، وبنحاول إنه في أكيد يعني جهات مختصة إنها تختص بالإشي هذا، لأنه برضك إحنا يعني في ناس ما بترضاش تقتل نفس، يعني لأنه حرام إن إحنا نقتل الكلاب ونقتل البسس، لأنه حرام. فإن شاء الله ربنا يفرجها علينا وعليك وعلى كل من قال أمين يا رب العالمين. طبعا أنا بسخن الشاي تسخين يا جماعة، بسخن تسخين. هم طلعوا فوق ياكلوا، أنا بصراحة كنت شبعانة يعني. استنينا أولادنا لحد ما روحوا. ابني كان في الإنزالات الجوية، راح يدور على رزقته، وابني بردك التاني. طبعا ابني الكبير انتوا عارفين يعني خريج كلية تمريض، وما فيش الشغل الحين ولا في حاجة. وابني التاني 3 إعدادي وكان طالع أولى ثانوي، لكن بردك قاعد من المدرسة، ما فيش مدارس. وبنتي بردك روحت من تقديم طلب للدراسة.